السلام عليكم. غادي نتعرفوا على 40 سؤال من الأسئلة المشابهة للامتحان. جيبوا ورقة وستيلو وقيدوا الأخطاء ديالكم. إلا جبتوا أقل من 5 ديال الأخطاء راه مزيان. وبالنسبة يلا غادي يبدا الحفاظة، ركزوا على هاد الأسئلة مزيان حيت كيتحطوا في الامتحان بزاف. ما نطولش عليكم، خليو لايك الفيديو باش يوصل لأكبر عدد ديال الناس، ونبداو الفيديو على بركة الله بالسؤال رقم 1. هاد العلامة كتشير لانتهاء مسار التجاوز. الجواب رقم 1 صحيح. الجواب رقم 2 خطأ. إلا لاحظتوا كانوا عندنا ثلاثة ديال المسارات: مسار السير العادي، المسار التجاوز الأول، والمسار التجاوز الثاني. هنا كيرشدونا بلا المسار التجاوز الثاني غادي يدخل في المسار التجاوز الأول، وغيبقاو عندنا جوج مسارات. ولكن هذا الجواب صحيح، هو الجواب جوج خطأ. علاش؟ لأن السؤال في بياج. هنا قال لك هذه العلامة كتشير لانتهاء مسارات التجاوز، يعني المسارات كاملين ديال التجاوز غادي ينتهي وما غيبقى عندنا حتى شي مسار ديال التجاوز. بما ان بقى عندنا مسار ديال التجاوز واحد، فراه الجواب صحيح، هو الجواب رقم 2 خطأ. ندوزو للسؤال رقم 2. طريق غدا الضياق من جهة اليمين، الجواب رقم 1. من جهة اليسار الجواب رقم 2. هاد العلامة هي علامة متقدمة، الجواب رقم 3. علامة وضعية، الجواب رقم 4. إلا لاحظتوا هاد العلامة هي علامة ديال الخطر مثلثة وبالحمر. إلا لاحظتوا داخل العلامة عندنا الجهة ديال اليمين غدا ديريكت، والجهة ديال اليسار كالضياق. يعني هاد العلامة ولها الطريق غدا الضياق من جهة اليسار ماشي من جهة اليمين. هاد العلامة هي علامة متقدمة ولا وضعية. أول حاجة خاصكم تعرفوا ملي تكونوا باغيين دوزوا الامتحان هي العلامات. كاين العلامات المتقدمة والعلامات الوضعية. العلامات ديال الخطر هما علامات متقدمة ولا مسبقة، كيسبقوا لنا الخطر ب 150 متر خارج التجمع السكني، و50 متر داخل التجمع السكني ولا المدينة. إلا العلامة ديال السير في الاتجاهين ديال الخطر فهي علامة وضعية، هي والعلامات ديال الإجبار والإرشاد والمنع. يعني الجواب صحيح، هذه العلامة راه متقدمة. الأجوبة الصحيحة غادي يكون على اليسار وعلامة متقدمة. الجواب صحيح، هو الجواب رقم 2 و3. ندوزو للسؤال رقم 3. هاد العلامة كتعلم على طريق ما مساوياش، طريق فيها الماء، طريق فيها الحصى. تقربوا العلامة مزيان. هاد العلامة شنو كتعلم؟ أول حاجة هاد العلامة ديال الخطر مثلثة وبالحمر. داخل العلامة كاين سيارة كترش الماء من جهة اليمين وكترش الماء من جهة اليسار. يعني كتعلم هاد العلامة على خطر طريق فيها الماء. الجواب صحيح، هو الجواب رقم 2. السؤال رقم 4. غادي نوجد سكة حديدية على بعد 50 متر، الجواب رقم 1. 100 متر الجواب رقم 2. 150 متر الجواب رقم 3. العلامة هي هادي سميتها الصوة. بالنسبة لكل شرطة بالحمر كيقولوا لنا بلا كتساوي 50 متر، يعني 50 متر و50 متر هي 100 متر. كون كانوا 3 شرطات راه غنوجد سكة حديدية على بعد 150 متر. بما أن دايرين لنا 2 شرطات فراه غادي تكون 100 متر. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2. ندوزو السؤال رقم 5. هاد العلامة مثلثة كتعلم على منعرج على اليسار، منعرج على اليمين، إلزامية ندوز على اليمين، ملتقى طرق. اش قلنا على هاد العلامة؟ هي علامة ديال الخطر. علامة ديال الخطر كتكون مسبقة ب 150 متر. مثلا هاد الخطر اللي كاين دابا غادي نلقاوه على بعد 150 متر حتى أنا خارج التجمع السكني، يعني منعرج ها هو وداير على اليمين. يعني داير على اليمين، ديما شوفوا العلامة داير على اليمين فهو منعرج على اليمين. الجواب صحيح، هو الجواب رقم 2. ندوزو السؤال رقم 6. يعني هادشي لحد الآن راه ساهل. غادي يكون شي أسئلة صعاب، حاولوا تتبعوا الفيديو من الأول حتى الآخر. وراه الأسئلة كيتحطوا في الامتحان، كونوا على يقين أسئلة مشابهة للامتحان. تبعوا الفيديو وركزوا مزيان. كنسوق بسرعة لا تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة. خاصني نستعمل المسار رقم 1، المسار رقم 2، المسار رقم 3. إلا لاحظنا كاينين 3 ديال المسارات: مسار السير العادي، مسار التجاوز الأول، والمسار التجاوز الثاني. هنا كما قلنا كاينين شي أسئلة فيهم بياج. كنسوق بسرعة لا تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة. السرعة ما عندها علاقة بالمسار اللي خاصني نسير فيه.
يعني كما كانت السرعه اللي كنسير بها خاصني ديما نشد اليمين. هذا هو القانون كيقول خاصني ديما نشد اليمين ديالي، يعني السير خاصني نمشي في المسار رقم 1 كما كانت السرعه ديالي. السؤال رقم 7، هاد العلامه واش كتعتبر من علامات ديال الخطر؟ نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. واش واجب عليا نقص من السرعه؟ نعم الجواب رقم 3، لا الجواب رقم 4. نبداو بالجزء الاول من السؤال، واش هاد العلامه ديال الخطر ولا لا؟ هاد العلامه ديالاش؟ ديال الارشاد، كتكون بالزرق ومربعه، علامه ديال الارشاد. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2، لا ماشي ديال الخطر. سالينا مع الجزء الاول. الجزء الثاني من السؤال، واش واجب عليا نقص من السرعه؟ بما ان كاين ممر راجلين فراه ضروري نقص من السرعه، في اي لحظه يقدر يخرج لك دري صغير، شي واحد كيجري، ضروري نقص من السرعه. جواب صحيح هو نعم. يعني الأسئلة ولا الأجوبة الصحاح هما 2 و 3. السؤال رقم 8، كيتواجد منحدر خطير على بعد 800 متر؟ نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. الانحدار هو 6 متر لكل 100 متر؟ نعم الجواب رقم 3، لا الجواب رقم 4. دابا ركزوا معايا مزيان، غادي نشرحوا واحد القاعده مهمه بالنسبه للعلامات ديال الخطر. قلنا كتكون متقدمه، مثلا كان الخطر هنا على بعد 150 متر كيعلمونا هنا، ولكن بما ان زادونا واحد البلاكه تكميليه كنوليو كنعتمدوا على هذه المسافه، على بعد هذه المسافه، وكنساو المسافه ديال 150 متر. يعني العلاقه او القاعده ديال 150 متر كتلغى، وكنعتمدوا على هذه البلاكه التكميليه. يعني الانحدار غادي نوجدو على بعد 800 متر. نعم الجواب رقم 1 هو الصحيح. الجزء الثاني من السؤال كيقول لك الانحدار هو 6 متر لكل 100 متر؟ نعم الجواب صحيح نعم. علاش؟ هنا دايرين لينا 6%، يعني السيارة كتهود ب 6 متر لكل 100 متر. يعني هذه قاعدة عقلوا عليها حفظوها. كانت هنا مثلا 10%، راه كتهود ب 10 متر لكل 100 متر. ندوزو للسؤال رقم 9، قربت من طريق كتزلق؟ نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. البلاكه هي هادي البلاكه ديال الخطر، الانحدار ب 10%. هنا ما دايرين لينا حتى شي بلاكه بلا الطريق كتزلق، ما كاين حتى شي بلاكه طريق كتزلق. ما خاصناش نشوفوا الطريق، واخا تكون فيها الماء تكون اللي كان، ولكن خاصنا نشوفوا البلاكه اللي عاطينا. قربت من طريق كتزلق خطا، يعني لا. سؤال رقم 10، انا قربت من هذه المركبه، نهز الرجل ديالي على دواسه زياده في السرعه ولا نقوم بالفرمله؟ الجواب رقم 2. بالنسبه للسؤال الصحيح ولا الجواب صحيح، تخيلوا انني قمت بالفرمله. هاد السياره اللي ورايا تي غتكون جايه ب 80 كيلومتر في الساعه ولا 70 كيلومتر في الساعه جايه تابعاني، فجاه كنقوم بالفرمله فراه غتضربني هاد السياره من اللور. يعني الجواب الصحيح هو نهز الرجل ديالي على دواسه السرعه ونبقى تابع هاد السياره هادي ونحافظ على المسافه ديال الامان. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1، نهز الرجل ديالي على دواسة زيادة في السرعة. سؤال رقم 11، هاد العلامة ديال الخطر اللي في الأعلى كتعلم على ضوء أصفر وامض، على ضوء أحمر وامض، على أضواء ثلاثية الألوان. ركزوا مزيان في هذا السؤال هذا، عاطينا بزاف ديال العلامات. هنا علامه ديال المنع، هنا العلامه ديال الخطر، وهنا علامه ديال الخطر. تقدروا في الامتحان تكونوا مزروبين ما تنتبهوش، ما تشوفوش العلامه اللي في الاعلى وتمشيو مثلا مع هذه العلامه هذه. ركزوا مزيان في السؤال، السؤال راه نصف الجواب. هذه العلامه ديال الخطر اللي في الاعلى، يعني هنا هذه العلامه اللي في الاعلى، يعني كيقصدوا بها العلامة ديال أضواء ثلاثية الألوان. الجواب صحيح هو الجواب رقم 3. السؤال رقم 12، هاد العلامة كتعلم على خطر مرور الراجلين، ممر خاص بالراجلين. ديما باش نجاوبوا على السؤال كنشوفوا العلامة واش ديال الإرشاد ولا ديال الخطر. هنا دايرين لنا خطر مرور الراجلين، ما كاينش العلامة ديال الخطر. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2، ممر خاص بالراجلين. سؤال رقم 13، المنعرج الأول داير على اليمين ولا على اليسار؟ نكبروا مزيان هاد العلامة باش تبان لكم مزيان. هاد العلامة ديال الخطر قلنا خارج التجمع السكني غنلقى الخطر على بعد 150 متر، ولكن هنا سولونا واش المنعرج داير على اليمين ولا على اليسار. خاصكم أول حاجة تعرفوا تقراو هاد العلامة هادي. بالنسبة للسيارة راه ما غتجيش من هنا، الا بغيتو تقراو العلامه ما غتقراوهاش من هنا، غتقولوا السياره جايه من هنا وغدور هنا، ولكن غتبدا من هنا. انا غادي في هذا المسار هذا، اول منعرج غادي يكون على اليمين،
المنعرج التالي غادي يكون على اليسار. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1. سؤال رقم 14: ثانية من عدم الانتباه ممكن تسبب في حادثة؟ نعم الجواب رقم 1. لا الجواب رقم 2. خلال هاد الثانية كنقطع بسرعة 100 كيلومتر في الساعة تقريبا 15 متر ولا 30 متر. الجواب رقم 4. نبداو جزء بجزء. بالنسبة لثانية وحدة من عدم الانتباه ولا كتساهي مثلا يقدروا يوقعوك بزاف ديال الحوايج، مثلا دري يخرج قدامك ولا حيوان أليف إلى آخره. يعني يقدروا يوقعوا بزاف ديال الحوايج وتقدر تسبب في حادثة. يعني الجواب الصحيح هو نعم الجواب رقم 1. خلال هاد الثانية كنقطع بسرعة 100 كيلومتر في الساعة تقريبا مسافة 15 ولا 30 متر. هنا خاصنا نحسبوا مسافة رد الفعل، ومسافة رد الفعل هو عشر ديال السرعة اللي كنسير بها. دابا عشر السرعة ديال 100 كيلومتر في الساعة هي 10 في العدد ديال 3. 10 في 3 30. ديما شدوا السرعة اللي كتسيروا بها، حيدوا الصفر وضربوها في 3 باش تحصلوا على مسافة رد الفعل. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 4. يعني الأجوبة الصحاح هو 1 و4. السؤال رقم 15: يمكن لي السير ب 110 كيلومتر في الساعة، 120 كيلومتر في الساعة، 130 كيلومتر في الساعة. باش نجاوب على السؤال خاصني نعرف اش من طريق انا كنمشي فيها. هاديش من طريق. عندنا البلايك ولا البلايك ديال الارشاد بالازرق، عندنا حواجز، عندنا خط متصل على اليمين وعلى اليسار، والخطوط متقطعة ديال التجاوز يعني مسموح بالتجاوز. اش من طريق؟ طريق السيار. كنعرفوا طريق السيار السرعة محددة في 120 كيلومتر في الساعة، وهنا عطينا يمكن ليا واش نقدر نمشي ولا السرعة اللي نقدر نمشي بها. 110 كيلومتر في الساعة نقدر نمشي بها، 120 كيلومتر في الساعة نقدر نمشي بها، 130 كيلومتر في الساعة لا. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1 والجواب رقم 2. الجواب رقم 3 غلط. 130 كيلومتر في الساعة ما نقدرش نمشي بها، وملي كيقول لك يمكن لي نمشي ولا نقدر نمشي بهذه السرعة اختاروا جميع السرعات القصوى، غير ما تفوتوش 110 ولا 120 كيلومتر في الساعة وما تهبطوش تحت 60 كيلومتر في الساعة. يعني اللوطوروت نقدر نمشي بين 60 حتى 120 كيلومتر في الساعة. عقلوا عليها مزيان. وندوزو للسؤال رقم 16. سؤال رقم 16: هاد العلامة كتمنع التجاوز. الجواب رقم 1. تجاوز السيارات فقط. الجواب رقم 2. توقف في هذا المكان. الجواب رقم 3. هاد العلامة اللي بالأحمر هي العلامة ديال المنع. هنا عندنا سيارة بالأحمر وسيارة بالأسود. كتمنع التجاوز على جميع المركبات ذات محرك اللي عندها 4 رواد ولا أكثر، ما عدا البيكالات ولا الموتور اللي عنده 2 رواد. يعني كتمنع على جميع المركبات ماشي غير السيارات. يعني التجاوز الجواب الصحيح هو رقم 1. تجاوز السيارات فقط خطأ. التوقف في هذا المكان خطأ. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1. وندوزو للسؤال رقم 17. سير بسرعة أقل من السرعات المحددة كيقلص من خطر وقوع حادثة. نعم الجواب رقم 1. لا الجواب رقم 2. تلوث. نعم الجواب رقم 3. لا الجواب رقم 4. هادو من بين الأسئلة اللي ساهلين. السير بسرعة أقل من السرعات المحددة راه باينة كيقلل من خطر وقوع حادثة. نعم الجواب الصحيح هو الجواب نعم. علاش؟ حيت إلا كنت كنسير بسرعة أقل من السرعات المحددة يكون عندي الوقت فاش نفراني، المسافة ديال الفرملة غتكون قليلة، وغادي نكون كنقلل من وقوع حادثة. بالنسبة للتلوث إلا كنت كنسير بسرعة منتظمة وقليلة فرا الموتور ما غاديش يستهلك ليسانس ومازوت بزاف وما غاديش يلوث البيئة بزاف. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1 و3. سؤال رقم 18: على بعد 200 متر غادي نكون مجبر باش ندور على اليمين. نعم الجواب رقم 1. لا الجواب رقم 2. إلا لاحظتوا كاين طريق منحرف جهة اليمين، السهم كيشير جهة اليمين على بعد 200 متر. بما أن الطريق الديريكت ما بقاش خدام لأن هذه علامة مؤقتة، كان خدامة الطريق ديريكت وما بقاتش خدامة ولات مغلوقة بسبب الأشغال ولا بشي سبب آخر، فراني مجبر. هنا دايرين ليا مجبر باش ندور على اليمين. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1. نعم. سؤال رقم 19: هذه العلامة كتعلم على خطر تساقط الأحجار. نعم الجواب رقم 1. لا الجواب رقم 2.
كتعلم على إمكانية وجود أحجار في الطريق؟ نعم، الجواب رقم 3. لا، الجواب رقم 4. بالنسبة لهاد العلامة، هي علامة ديال الخطر مثلثة بالأحمر. ملي نشوفو هاد العلامة خاصنا نفهمو جوج ديال الحوايج. أول حاجة هو خطر تساقط الأحجار، يقدر في أي لحظة يطيح شي حجرة من الجبل، وبما أن الحجر كيطيح راه ضروري غادي نلقاو حجر في الطريق يقدر يتسبب في اكسيدا لا قدر الله. هادشي علاش ضروري خاصنا نقصو من السرعة. يعني هاد العلامة كتعلم على تساقط الأحجار. نعم، جواب صحيح هو الجواب رقم 1. وغادي نلقاو أحجار في الطريق. نعم، الجواب رقم 3. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1 و3. سؤال رقم 20. هاد العلامة كتعني ممنوع 70 متر، ممنوع نتجاوز الحد الأقصى، ممنوع نتجاوز الحد الأدنى. إلا لاحظتو هاد العلامة ديال المنع دائرية وبالأحمر، فيها جوج سيارات بيناتهم 70 متر، يعني أقل مسافة نقدر نخلي بين السيارة ديالي والسيارة اللي قدامي هي 70 متر، يعني الحد الأدنى 70 متر. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 3. بطريقة أخرى، يعني إلا خليت أقل من 70 متر فراه هادشي كيشكل خطر عليا، يعني نخلي 70 متر أكثر، 80 متر، 100 متر إلى آخره، ولكن ما نخليش شي مسافة أقل من 70 متر الحد الأدنى. ندوزو السؤال رقم 21. على طريق السيار العلامات كلهم اللون ديالهم أزرق. صحيح الجواب رقم 1. خطأ الجواب رقم 2. بالنسبة للعلامات اللي كاينين في طريق السيار بحال هاد العلامات هادو كيكونوا باللون الأزرق، ولكن العلامات ديال المنع والعلامات ديال الخطر والعلامات ديال الإجبار إلى آخره فراه كتبقى بنفس اللون، يعني الأحمر ولا الأزرق إلى آخره. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2. خطأ، العلامات الأخرين كيبقاو بنفس اللون. سؤال رقم 22. التشوير الطرقي كيعلم على السرعة الدنيا الإجبارية، السرعة القصوى المسموح بها، السرعة اللي كينصحوا بها. إلا لاحظتو العلامة ديال 20 كيلومتر في الساعة هي العلامة ديال المنع، وسطها 20 كيلومتر في الساعة، يعني ممنوع نتجاوز 20 كيلومتر في الساعة. يعني السرعة القصوى اللي خاصني نمشي بها هي 20 كيلومتر في الساعة وقل، يعني ما خاصنيش نفوت 20 كيلومتر في الساعة. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2. بالنسبة للسرعة الدنيا الإجبارية راك تكون باللون الأزرق، وبالنسبة للسرعة اللي كينصحوا بها راك تكون علامة ديال الإرشاد. ديما الإرشاد والنصح إلى آخره كيكون باللون الأزرق. ندوزو للسؤال رقم 23. أغلب الحوادث المميتة كيوقعوا في المنعرجات، الجواب رقم 1. في طريق مسرحة الجواب رقم 2. في العقبات الجواب رقم 3. بزاف منكم يقدروا يمشيو مع المنعرجات ولا العقبات، علاش؟ حيت كيكونوا فيهم الخطر كبير، ولكن العكس، يعني الإحصائيات كتقول العكس، بأن الطريق مسرحة هي اللي كيكونوا فيها الحوادث بزاف. ومنطقيا الطريق مسرحة يعني السائقين كيتيقوا في راسهم كيمشيو بواحد السرعة اللي هي كبيرة وكيكونوا فيها حوادث كبيرة. السؤال رقم 24. كتذكر هاد اللوحة بقاعدة السلامة الطرقية؟ نعم، الجواب رقم 1. لا، الجواب رقم 2. واش أنا محترم هاد القاعدة؟ نعم، الجواب رقم 3. لا، الجواب رقم 4. بالنسبة للوحة هي هادي: احترموا مسافة الأمان ولا المسافة القانونية. بالنسبة لهاد العلامة هي العلامة ديال كتذكر بالقاعدة ديال السلامة الطرقية. نعم، جواب رقم 1 هو الصحيح. واش أنا محترم هاد المسافة ولا هاد القاعدة؟ إلا لاحظتو بيني وبين السيارة البيضاء أكثر من 70 متر، يعني أنا راه محترم هاد القاعدة، غير نظريا ولا غير من خلال العين المجردة، فأنا محترم هاد المسافة، يعني محترم هاد القاعدة. جواب صحيح هو الجواب رقم 1 و3. السؤال رقم 25. هاد العلامة كتنهي منع المنبه الصوتي؟ نعم، الجواب رقم 1. لا، الجواب رقم 2. في جميع الحالات ممكن تستعمل المنبه الصوتي؟ نعم، الجواب رقم 3. لا، الجواب رقم 4. بالنسبة للبارتي الأولى من السؤال، هاد العلامة واش كتنهي المنع ديال المنبه الصوتي؟ نعم. علاش هاد العلامة ديال نهاية المنع ديال المنبه الصوتي؟ يعني نجاوب على السؤال الأول. نعم، في جميع الحالات ممكن تستعمل المنبه الصوتي، يعني الجواب الصحيح هو لا. وعلاش؟ لا غيخلينا نقولوا لا، هو هاد البارتي من السؤال في جميع الحالات.
ماشي في جميع الحالات نقدر نستعمل المنبه الصوتي. كاينين حالات ما نقدرش نستعمل فيهم المنبه الصوتي، بحال مثلا ما يمكنش نكلاكسوني داخل المدينة إلا في الحالات الطارئة، ولا ما يمكنش نكلاكسوني في الليل. ما نكلاكسونيش على الراجلين وعلى الحيوانات نقدر نخلعهم ونتسبب في حادثة. يعني جميع الحالات غتخليني نقول لا. يعني الجواب الصحيح هو 1 و4. ندوزو للسؤال رقم 26. هاد العلامة كتعلم على مركبات مجرورة بالحيوانات: مرور خيالة من جهة اليمين فقط، مرور خيالة، حلبة سباق قريبة. الجواب الصحيح بالنسبة لهاد العلامة وهي علامة ديال الخطر، كتعلم على خطر مرور الخيالة. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 3. علاش ماشي الجواب الصحيح هو مرور الخيالة من جهة اليمين؟ حيت نقدروا نلقاو مرور الخيالة من جهة اليمين واليسار. هاد العلامة غير كتعلمنا على الخطر، ماشي كتعلمنا على الاتجاه ديال الخطر ملي غيجي واش من اليمين ولا اليسار. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 3. السؤال رقم 27: باش ندخل النفق من واجب عليا نغير المسار ولا المسلك؟ الجواب رقم 1 نعم، الجواب رقم 2 لا. إلا لاحظنا كاين نفق، كاين هاد السينيالات، كاين اكس في المسار ديالي، وكاين هاد السهم بالخضر هابط لتحت في المسار اللي على اليسار. يعني انا كنسير في المسار ديال اليمين، وفي المسار ديالي اللي على اليمين كاين هاد الاكس بالاحمر. يعني فين ما غتلقاو اكس بالاحمر خاصنا نغيروا المسار، حتى هاد المسلك هذا يكون مسدود مؤقتا ولا طاري فيه شي مشكل. ضروري خاصني نمشي للمسار اللي فيه العلامة بالخضر ولا السهم بالخضر. يعني باش ندخل النفق من واجب عليا نغير المسار. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1 نعم. سؤال رقم 28: واجب عليا نراقب ضغط العجلات في المحطة الجاية؟ نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. إلا لاحظتوا في هاد التصويرة كاينة المركز ديال الهواء في المحطة الجاية، كاين العلامة ديال الإرشاد. يعني يمكن ليا إلا بغيت، ماشي بزز مني ولا واجب عليا كما جا في السؤال، إلا بغيت نعبر ولا نفخ الرويض راه كاين مركز الهواء في المحطة الجاية. واش واجب عليا؟ لا. كون كانت واجب عليا غادي تكون اجبار، وما يمكنش تكون الاجبار باش نفخ الرويض ولا نعبرهم. هادشي ما كيقولوش القانون. الا لا حسيت بشي مشكل ولا الرويض فشوشين، لا حسيت بشي مشكل خاصني ضروري نتوجه للمركز ديال الهواء باش نعبر ولا نفخ الرويض. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2 لا، ماشي بزز مني ولا واجب عليا. سؤال رقم 29: التقابل غير ممكن. ندوز أنا الأول. نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. نعطي حق الأسبقية. نعم الجواب رقم 3، لا الجواب رقم 4. إلا لاحظتوا في التصويرة هاد الطريق كدوز غير سيارة واحدة، وفي القانون ديال السير بالنسبة للطريق اللي ضيقة ولا كدوز غير طوموبيلة واحدة، اللي جا الأول اللي سبق لهاد الطريق يدوز، واللي جا الثاني ولا اللي جا الآخر يتسنى ويعطي الحق الأسبقية. بما أن السيارة الحمراء داخلة لهاد الطريق هادي، فراه ضروري أنا خصني نتسنى ونعطي الحق الأسبقية. يعني التقابل غير ممكن. ندوز أنا الأول. لا الجواب رقم 2 هو الصحيح. نعطي حق الأسبقية. نعم الجواب 3 هو الصحيح. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2 و3. السؤال رقم 30: أنا سائق مبتدئ، السرعة ديالي محددة في 100 كيلومتر في الساعة، 90 كيلومتر في الساعة، 80 كيلومتر في الساعة. الجواب صحيح بالنسبة إلى كنت سائق مبتدئ. كندوز من فترة الاختبار للمدة ديال عامين. في طيلة هذه الفترة سواء في الطريق العادية ولا طريق السيار ما خاصنيش نفوت 90 كيلومتر في الساعة. هادشي علاش في الظهر ديال الطوموبيل كنعلقو البلاكة 90، يعني ما خاصنيش نفوت 90 كيلومتر في الساعة. سؤال رقم 31: الخطر المعلن عليه غادي نوجدوه على بعد 50 متر. الجواب رقم 1. 150 متر الجواب رقم 2. كيعلم على خطر مرور الحيوانات الأليفة. الجواب رقم 3. المتوحشة. الجواب رقم 4. بالنسبة إلى لاحظنا العلامة ديال الخطر فبقرة من الوسط. بالنسبة للخطر المعلن عليه واش 50 ولا 150، أنا خارج التجمع السكني يعني في البادية، راه الخطر غادي يبدا
ولا غادي نلقاه على بعد 150 متر؟ الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج. واش هذا الخطر كيعلم على مرور حيوانات أليفة ولا متوحشة؟ بما أن البقرة راه كيربيها الإنسان، ديما تفكروا الحيوانات اللي كيربيها الإنسان راه كتكون أليفة، يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم ثلاثة. كون كانت متوحشة غادي تكون هنا الغزالة، وتكون هنا الجواب هو متوحشة. يعني الأجوبة الصحاح هما جوج وثلاثة. سؤال رقم 32: في حالة طقس ممطر مسافة الوقوف كتزاد عند وجود إطار مطاطي في حالة جيدة؟ نعم الجواب رقم واحد، لا الجواب رقم جوج. في حالة الإطار المطاطي به تلف؟ نعم الجواب رقم ثلاثة، لا الجواب رقم أربعة. هنا اش قالوا لك؟ قال لك لا كانت الشتا. واش مسافة الوقوف كتزاد إلا كانت البنوة في حالة جيدة، يعني باقيين ما مسوحينش هذوك النقوش اللي كيكونوا فيها؟ نعم الجواب رقم واحد، لا الجواب رقم جوج. ولا كان الإطار المطاطي به تلف، يعني الرويد ممسوحين، واش كتزاد مسافة الوقوف ولا لا؟ هنا الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد، نعم. يعني مسافة الوقوف عندها علاقة بالشتا، يعني كتزاد مسافة الوقوف وتولي الرويضة كتزلق واخا البنوة باقا مزيانة. في حالة البنوة كانت ممسوحة، يعني إطار المطاطي به تلف، فراه كتزاد مسافة الوقوف كتر وكتر، يعني كتزاد كتر وكتر. الجواب الصحيح هو الجواب رقم ثلاثة، نعم. يعني الأجوبة الصحاح هما الجواب رقم واحد وثلاثة. السؤال رقم 33: كنكتشف أكثر المؤشرات الهامة ملي كنكون نمشي بسرعة 30 كيلومتر في الساعة ولا 60 كيلومتر في الساعة؟ الجواب رقم جوج. هاد السؤال سهل. ملي كنكون نمشي بسرعة قليلة فراه كيكون عندي الوقت باش نشوف المؤشرات الهامة، يعني الخطر اللي داير بيا، عكس ملي كنكون نمشي بسرعة كبيرة كنبقى غير كنشوف غير القدام، ما كنشوفش الجوانب ديال الطريق إلى آخره. يعني كنكتشف المؤشرات الهامة ملي كنكون نمشي بسرعة قليلة. الجواب رقم واحد هو الجواب الصحيح. السؤال رقم 34: واش هاد العلامة ديال المنع؟ نعم الجواب رقم واحد، لا الجواب رقم جوج. هاد العلامة واش كتحدد العرض؟ الجواب رقم ثلاثة. ولا العلو؟ الجواب رقم أربعة. العلامة اللي كيهضروا عليها هي هذه، هي علامة دائرية باللون الأحمر كتحدد المنع. الجواب رقم واحد هو الصحيح. الجزء الثاني من السؤال: واش هاد العلامة واش كتحدد العرض ولا العلو؟ عقلوا عليها مزيان، نقربوا العلامة مزيان. بالنسبة للعلو راه كيكون سهم في الأسفل وسهم في الأعلى، وبالنسبة للعرض راه كتكون سهم ولا كيكون سهم في اليمين ولا اليسار وسهم في اليمين. عقلوا عليها مزيان. دابا عطينا سهم في الأعلى وسهم في الأسفل، يعني هاد العلامة كتحدد العلو وماشي العرض. يعني العلو هو الجواب الصحيح، والأجوبة الصحاح هما واحد وأربعة. السؤال رقم 35: هاد العلامة كتعلم على انشعاب على طريق السيار. الجواب رقم واحد. منفذ من طريق السيار. الجواب رقم جوج. إلا لاحظتو العلامة باللون الأزرق هي علامة ديال الإرشاد. إلا لاحظتو كان الطريق هذا ديريكت وكاين انشعاب هي طريق السيار كتفرق لجوج ديال المسارات متساوية، هذا كيتسمى انشعاب. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد، انشعاب على طريق السيار. سؤال رقم 36: هاد العلامة كتشير لمسلك خاص بالحافلات، لتوقف الحافلات، لتقابل مع الحافلات. إلا لاحظتو هاد العلامة ديال الإرشاد كترشدنا ولا كتنصحنا بأن كاين وقوف ديال الحافلات في هاد البلاصة هادي باش يركب ولا ينزل الركاب. بالنسبة واش الطريق كاملة ديالو لا، كون كانت الطريق ديالو كاملة غيكون علامة باللون الأزرق ودائرية الإجبار، يعني إجباري غير بالحافلات ولا طريق إجباري بالحافلات. هنا عندنا بلاكا ديال الإرشاد يعني لتوقف الحافلات. الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج. سؤال رقم 37: مسافة الفرملة هي المسافة المقطوعة من الفرملة حتى الوقوف المركبة، من الإدراك بالخطر حتى الوقوف المركبة. بزاف كيتغالطوا ليهم مسافة الفرملة مع مسافة الوقوف. بالنسبة لمسافة الفرملة هي اللحظة اللي كتحط فيها رجلك على الفران حتى كتوقف السيارة، يعني من الفرملة حتى الوقوف المركبة. أما بالنسبة للإدراك بالخطر حتى الوقوف المركبة راه كتسمى مسافة الوقوف ماشي مسافة الفرملة. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد، من الفرملة حتى الوقوف المركبة.
السؤال رقم 38، عندي الحق الأسبقية في ملتقى الطرق اللي جاي فقط. نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. في جميع ملتقيات نعم الجواب رقم 3، لا الجواب رقم 4. ركزوا مزيان في هذا السؤال، غادي نشرح واحد القاعدة مهمة، ولكن قبل ديروا لايك لا مازال ما درتوش لايك الفيديو ومتابعة باش تشوفوا الفيديوهات الجايين اللي غيكون فيهم الشرح ديال الأسئلة المشابهة للامتحان. ولا عجبكم الفيديو بطبيعة الحال ديروا متابعة. هنا كيقول لي عندي الحق الأسبقية في ملتقى الطرق اللي جاي فقط. تخيلوا معايا كون ما كانتش فقط، الجواب الصحيح غيكون هو نعم، ولكن ملي درنا فقط ولا تزاد السؤال فيه فقط، الجواب الصحيح غيكون هو لا. وركزوا مع هاد فقط، راك طيح بزاف ديال المتدربين في الامتحان ديال الصياغه. هنا قالوا لنا فقط يعني الملتقى الطرق اللي جاي اللي هو اللي عندي فيه الحق الاولويه ولا الاسبقيه، الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2 لا. في جميع ملتقيات الطرق الجواب الصحيح هو الجواب رقم 3 نعم. علاش؟ حيت عندي هاد العلامه ديال الأولوية ولا الأسبقية، علامة ولا طريق ذات أولوية ولا أسبقية. يعني في جميع الملتقيات اللي جايين طريق صغيرة في كبيرة، يعني مول اليمين ومول اليسار، خاصني يعطيوني الحق الأسبقية، وما نعطي الحق الأسبقية لا اليمين لا اليسار في جميع الملتقيات اللي جايين تلقى العلامة مضروب عليها بالأسود، يعني نهاية طريق ذات أولوية ولا ذات أسبقية. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2 و3. السؤال رقم 39، كنقرب من ممر راجلين. نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. نقص من السرعة، قلت الجواب رقم 3 نعم، الجواب رقم 4 لا. إلا لاحظتوا عندنا جوج علامات ديال الخطر مثلثين بالأحمر. العلامة الأولى ديال الخطر خطر ممر الراجلين، والخطر ديال دودان. الجزء الأول من السؤال قال لك واش كنقرب من ممر الراجلين. نعم الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1. نقص من السرعة، يعني بصفة عامة ملي كنشوف ممر الراجلين خاصني نحيد رجلي على الكسيراتون ونقص من السرعة، ولا أي علامة ديال الخطر ضروري نحيد رجلي على الكسيراتون، حيت الخطر يقدر يخرج ليا في أي لحظة. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1 و3. السؤال الآخر رقم 40، هاد العلامة كتشير لتواجد تقاطع مع السكة الحديدية بحواجز، الجواب رقم 1. بدون حواجز ولا نصف حواجز، الجواب رقم 2. بحواجز أوتوماتيكية، الجواب رقم 3. إلا لاحظتوا هاد العلامة عبارة على إكس باللون الأحمر، فين ما تشوفوا هاد العلامة عرفوها بدون حواجز ولا نصف حواجز، يعني ما كاين لا عساس ما فيهاش الحواجز. يعني انت اللي خاصك تكلف قبل ما توصل لهنا، تشوف اليمين واليسار يكون جاي التران عاد كدوز، يعني ضروري توقف قبل ما تدوز. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2 بدون حواجز ولا نصف حواجز. كان هذا هو الاخر ديال الفيديو، ما تنساوش لايك الفيديو ومتابعة الصفحة ولا القناة إلا كنتو تشوفوا الفيديو من اليوتيوب، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والله يعاونكم. وما تنساوش تكتبوا في الكومونتير شحال جبتوا من خطأ.